فين كاينه الطريق؟ سؤال بلا جواب. الدم في التراب وقلوب بلا عتاب. تضحية نار والجرح كتاب، وحكاية بلا صوت مكتوب فوقها العذاب. فوق سما الليل حكاية بدات، في قلب الظلام أسرار تدفنات. حلم على كتف الريح ضاعت الأوقات، فوق جبال الصبر الدموع سالات. في قلب هاد العيش هاد المعاناة، ألم هوات وسكات. مهم داك النهار فقت الصباح بكري توضيت وصليت ودعيت الله يوفقني ويوقف معايا في هاد المحنة، ورجعت لبلاصتي تكيت غير واحد شوية غير على ما طلع الشمس. نط الكوزينة وصابت الفطور شوية، نط الوالدة كتعجب وقالت لي الله وليدي مالك على حالتك. انا نوض نطيب الفطور خليك انت جالس. قلت لها بحال امي انا نمشي نجيب الخبز ونجي. جبت الخبز وفطرنا وقلت لامي انا نمشي للمحمديه نقضي شي حاجه، راه عندي شي مسائل خاصني نقضيهم بلا ما تسنيني الغداء ولا العشاء. راه غادي نبات عند واحد الدري صاحبي تماك، يقدر كاع نبات عنده واحد يومين ولا 3 ايام. قالت لي صافي واخا وليدي الله يرضي عليك. اودي كون عرفتي ولدك فين غادي ام حليمه كون ربطتيه بالسناسل. المهم توادعت مع امي واحد الوداع اللي حتى بدات كتشك فيا بلي راني ناوي على شي مصيبه ولا ناوي على خزيت. بكثرت ما كنعنق فيها وكنبوس فيها في كاع البلايص. اختي الصغيره اللي بقات كتشوف فيا وبدوري كنشوف فيها، كنت تامل وكنتالم. بقات كتسولني فين غادي يا خويا، وانا كنقول لها اني غير هنا دابا غنرجع. كتقول لي ديني معاك عافاك. كنقول لها لا راه ما نقدرش دابا اختي، ولكن المره الجايه غنديك معايا. شديتها عطيتها واحد التعنيقه بحال الا اخر مره غنعنقها في حياتي. فهاد اللحظه حسيت بدموعي باللي غادي يغلبوا عليا وغادي يبداو يطيحوا على خدودي بحال الشلال. وانا نزيدو بقيت كنتمشى وكنخطوي بالزربه وكندير لاختي صغيره باي باي. غير بعدت من حداهم مشيت لواحد القنت وبقيت كنبكي لدرجه شويه وكنت غنانيلي كلشي. اش غيديروا هاد الجوج في الحياه الا مشيت ليهم انا؟ ولكن ديما كنت كنشوف النهار اللي غنرجع ليهم بالطوموبيل وهما فرحانين. النهار اللي غادي نقول للوالده عقلتي النهار اللي قلت لك راني غادي للمحمديه. كنشوف النهار اللي غادي نرجع ليهم ونجيب في يديا كادوات. من مور هاد شويه د الامل اللي عطيت لراسي مسحت دموعي ومشيت ديريكت المحطه اللي كنحس بها عالم بوحدها. المهم بقيت كنقلب على الكار اللي غادي لطنجة، طلعت فيه وتماك تلاقيت مع سعيد واللي جا قبل مني وبقى كيتسناني شحال. سولت الشيفور امتى يقلع الكار، قال لي مع ديك 10:30. قلت له فوقاش غيوصل؟ قال لي اقول مع ديك 2. مشيت لبلاصتي على ما يتحرك الكار، ضربات 10:30 وهو يديماري. بقينا غاديين وانا كنشوف المدينه اللي كبرت فيها كتمشي قدام عيني وكتبعد. في الحقيقه راه انا اللي كنت كنمشي وكنبعد، كنشوف فيها وكنقول واش هذه هي اخر مره ولا مازال. بقينا غاديين كنطحنوا الطريق وانا بالي فيه حاجه واحده، هي الوالده واختي الصغيره. بقيت كنفكر حتى داتني عيني وما فيقني غير سعيد اللي قال لي بهاد النعسه اللي درتي راك غطلع للرموك في المغرب، غتحس براسك تلقى راسك راك في الجابون، ما تهبط لا في الصبليون ولا في بلجيكا. قلت ليه راه غير عيان شويه داكشي علاش، وزيدون راه الا طلعت للرموك وما يمكنش يجيني النعاس وما يغمض ليا جفن. مشينا ريحنا في واحد القهوه على ما يوصل خونا مولا الرموك.
ريحنا وهو يقول لي: يا سعيد، كنقرا في عينيك الخوف. شوف والد، الحياة راك غتعيشها مرة واحدة، فما تفكرش بزاف وتوكل على الله. واي حاجة وقعات راه مكتبها علينا سيدي ربي. وغير باش نطمنك والد، راه انت ماشي هو الاخر ولا الاول اللي غيريسكي براسو. راه بزاف د الناس كي بحالك وتا هما غيخليو موراهم كلشي. انت غير دير ايمانك في الله وما يكون غير الخير. المهم بقينا جالسين في ديك القهيوه حتى وصلت ديك 5 د العشيه. شويه وهو يجي واحد السيد سلم عليا وعلى سعيد وخرجوا قدام القهوه وبقاو كيهضروا. وانا كنتسنى غير امتى يجي السيد مول الرموك باش نتحركوا من هنايا. سالا وهضرتهم وهو يقول لي: يا سعيد، هذا هو السيد اللي غيوصلك عند خونا. بقيت كنشوف وكنقول مع راسي: ياك ماشي قالب هذا، ياك ما بغاو يديوني حتى لشي خلا ويصفيوها ليا. ما نكدمش عليكم اخوتي، حسيت في هاد اللحظه بواحد الخوف عمرني حسيت به في حياتي. ولكن واخا هكاك درت الثقه ديالي في الله وفي سعيد اللي حتى لدابا راه داير معايا المزيان وواقف معايا، يمكن على وجه محسن. المهم قلت في يد الله ومشيت مع داك السيد في واحد الطوموبيل اودي كحله. ريحت القدام وجهي كيبانو فيه العلامات ديال الخوف. شاف فيا وهو يطمني حتى هو بشي كلمات وقال لي: انا راه ما عندي ما ندير لك، شوف راه ما عندك مناش تخاف. المهم بقينا غاديين حتى وصلنا لعند السيد مول الرموك. مع السلام قال لي: طلع 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 سربي، راه مبقاش عندنا الوقت. دخلني لوسط الفريقو ديال الرموك، خباني وسط واحد الكرتونه ما بين بزاف ديال الكراتن، وقبل ما يسد قال لي: فين نهبطك؟ بقيت كنشوف فيه ويقول لي: وسربينا المرض. قلت ليه: بلجيكا بلجيكا. سد الباب بالجهد ويشد الطريق جهة المرسى. المهم بقينا غاديين شويه هو يوقف وبقى كيمشي بشويه وكيحبس ويعاود يمشي بشويه وكيحبس. وهنا عرفت بلي راه وصلنا للجمارك. وهنا فينا تبدا خلعه اخرى. الخلعه فاش تحل الباب ديال الرموك ودخلوا بالكلاب كيقلبوا واش كاين الوسط. شداتني واحد الخلعه والستريس اللي شدني في ديك الوقيته ديال الديمينور. شويه وهو يجي واحد الكلب حتى لحدا الكرتونه فاش كنت بقى كينبح. الصراحه حسيت بقلبي غيهبط حتى لرجلي في هذه اللحظه وبقيت قاطع النفس. كنت خايف وكنتسنى غير الكلب غير يمتى يسكت ويمشي بحاله. ولكن الكلب ما لباش ليا الطلب وما سكتش وبقى غير كينبح. جا واحد بوليسي للكرتونه فين كنت حلها ولقاني جامع رجلي لجهه صدري وشادهم بيدي. فهاد اللحظه داكشي كامل اللي بنيت تبخر طار مشى. هادشي دار ليا في راسي قبل ما نشوف في وجه داك البوليسي واللي كان هو السيد اللي جابني لعند مول الرموك. شاف فيا وبقى كيضحك قال لي: راه قلت لك ما عندك مناش تخاف. عطاني واحد 10 اورو وقال لي: ها هي عندك حتى ترجع وردها ليا. شوف راه كل نهار دوزتيه تما كتبقى تزادك اورو. وبقى كيضحك وقبل ما يسد الباب سلم عليا وقال لي: طريق السلامه. ويقول للشيفور: وسيد سد هنا صافي راه ما كاين والو. في هذه اللحظه حسيت بواحد الراحه ما عمرني حسيت بها في حياتي. قلت الله هاد لي طاب دازت مزيانه. ولكن في نفس الوقت دير اتونسيون من اي حاجه تقدر تطرا. دخل الرموك للباطو وانا كنتسنى غير يمتى يوصل للجهه الاخرى. بقينا غاديين وسط البحر وما كنسمع والو. السكات. ما كرهتش غير نخرج نطل نشوف فين وصلنا ونعاود نرجع نتكمش بلاصتي. الوقت كنحس به ثقيل، كل ثانيه كنحس بها كدوز عليا بعوام. بقيت كنتسنى شحال عاد باش حسيت باللي راه الرموك فات البحر. ودخلنا اليابسه.
وبدا عاوتاني تقلب. هاد ليطاب اللي كتخلي قلبي كيبغي يخرج من بلاصتو فاش كيتحل عليا الباب وكيدخلوا دوك البيرجيات يقلبوا. المره اللي فايته جاب الله دازت سالكه، ولكن هادي محال. بقاو كيدوروا البوليس بالكلاب ديالهم على الرموك كامل، حيت نورمالمون كل دوله كتركز على داكشي اللي داخل ليها اكثر من اللي خارج. كنسمع التلهاد ديال الكلاب كيدوز من حدايا وكنقول يا ربي يا ربي غير هاد المره، غير هادي صافي. جا واحد الكلب حتى لحدا الكرتونه فاش كنت وبدا كيلهت بزاف، كيلهت ولكن جاب الله ما نبحش. ومن بعد واحد 10 دقائق ديال البيركيزيسيون اللي دازت عليا بحال 10 سنين، تسد الباب وديمارا الرموك. وهنا صافي قطعت البحر ووصلت للجهه الثانيه. في هاد اللحظه ما كرهتش نوض نزغرت. ما كايناش شي كلمه في اي معجم في اي لغه تقدر توصف الاحساس اللي كنت فيه في ديك الوقيته. ما كرهتش نقول داك الشي فور صافي نزلني غير هنايا، ولكن الا حطني هنا غنعاني اكثر، حيت ما عندي حد هنايا وما عندي حتى اللغه. بقينا قاطعين الطريق، مدينه مورا مدينه مورا مدينه. في هاد اللحظه صافي راه هبطني الشيفور من اللور وجيت ركبت حداه القدام. المهم بقينا غاديين وانا كل شويه كنسولو واش وصلنا، كيقول لي مازال. نقول له واش قربنا، كيقول لي هو مازال. اكثر من يومين ديال الطريق اللي ضربنا باش نوصلوا لبلجيكا، واخيرا وصلنا. شاف فيا الشيفور وقال لي اين مدينه لاش غادي. قلت ليه صافي حطني غير هنايا، حيت ما كنعرف حتى بلاصه في بلجيكا. حطني وقال لي على سلامتك وزاد كمل طريقه. في هاد الوقيته نسيت راسي للسما وكنقول واش صافي وصلت، واش صافي ما بقات حتى شي مرحله واحده اخرى اللي غندوز، واش صافي ما بقات حتى شي خلعه واحده اخرى. ريحت في واحد الجرده، بقيت كنشوف في البني شوارع نقيه والناس داخله سوق راسها. فهاد اللحظه خوتي حسيت بواحد الفرحه ما يمكنش توصف، ولكن في نفس الوقت حسيت بواحد الحزن عميق، حيت خليت الوالده اختي الصغيره اللي باقي كيتسناوني نرجع. المهم من مور هاد الجلسه التاملي اللي درت في بلجيكا، الناس ديالها، الشوارع ديالها والبني ديالها، جمعت الوقفه ومشيت ديريكت لواحد التيليبوتيك. عيطت لواحد الدري صاحبي اللي وليتو كتعرفوه دابا واللي هو محسن. صونيت ليه كي داير بخير هو هذاك. قال لي كل شيء بخير الحمد لله. قلت ليه واش انت باقي في المغرب ولا رجعتي؟ قال لي لا راه رجعت، راني في بلجيكا. وهذا الشيء علاش اختاريت انا اصلا بلجيكا من الاول. قلت ليه اجي دوز عندي راه حتى انا كاين في بلجيكا. بقى كيضحك وكيقول لي ايه ندوز عندك اخويا فين كاين. حسب ليه واش غير كنضحك معاه ولا غير كنتمرقن عليه. قلت ليه محسن راه ما كنضحكش معاك، انا راه كاين في بروكسل، اجي عندي ونعاود لك كل شيء. قال لي واش من نيتك؟ قلت ليه راه ما كنضحكش معاك محسن. دازت واحد ساعتين هكاك وجا عندي وهو ما متيقش باللي راه كيشوفني قدام عينيه. طلعنا للطوموبيل وبقينا غاديين وانا كنعاود ليه في البلان كامله وكاع داكشي اللي دوزت. قال لي شوف شتي انت والله الا راك مرضي الوالدين، انت باقي راه ما دوزتيش التكرفيس والعذاب اللي كيدوزو الناس في البحر. شفت فيه واحد الشوفه ديال الاستغراب وقلت ليه اييه هي باغيني ندوز داكشي. قال لي لا حاجه انا عا كنقول لك وصافي. وصلنا عنده للدار وقلت ليه عطيني التليفون ديالك راه بغيت ندوز واحد لابيل. عطاني التليفون وديريكت دوزت النمره ديال معاذ وصونيت عليه، حيت عارفه هو اللي غيوقف معايا هو امين. صونيت ليهم وعاودت ليهم البلان كله، ومن بعد الصدمه اللي كتجيهم على غفله كان خصهم واحد شويه د الوقت باش يستوعبوا، ولكن انا ما كنخليش ليهم داك الوقت.
وقلت لهم شوفوا، راه الوالده واختي الصغيره امانه بين يديكم، صبروا معايا غير هاد الشهور على ما ندبر في شي خديمه، ومن بعد راه غنجازيكم كاملين على هادشي كله اللي كديروا معايا. امين بقى كيضحك، قال لي اما لقيتي خدمه حتى في المغرب بقى غتلقاها في الاوروب، وبقى كيضحك. امين عنده واحد الضحكه في شكال، كيبان لك غير حال فمو وساكت، عنده واحد الضحكه سيلونسيوز. قال لي شوف، راه امي حليمه في مقام الوالده، ما تخافش عليها وارتاح من ديك الجهه. ومعاد حتى هو قال لي صافي ارتاح وما تخممش في داك الشيء. شكرتهم بزاف على كاع هادشي، وقلت لهم الا قدر شي واحد فيكم يقولها للوالده ويعاود لها كل شيء، انا راه ما قديتش. قال لي معاد صافي انا غنقولها ليها غير ارتاح. شكرته عاوتاني ورديت التليفون لمحسن، قلت ليه ناري عرفتي الصاد فيه الموت ديال الناس. قال لي سير راهي للحافه تماك، هز لك شي نوطه من هنا وسير ارتاح ليا مع راسك. ديك قلة الناس اللي دازت عليك راه خاصها واحد 3 ايام باش يلاه ترد داكشي اللي مشى عليك. المهم دابا نرجعوا لعند معاد. المولف كيحل محل مع ديك 9 الصباح وكيسدو مع ديك 9 الليل. مع صونيت ليه سد المحل ومشى قاصد البراكه ديال الوالده. بقى كيدق وهي تخرج امي. قلت ليه اهلا ولدي معاد، كي داير؟ بخير كلشي مزيان؟ امورك هانيه؟ قال لي الحمد لله الوالده كلشي بخير. قلت ليه دخل وليدي دخل. وجدات اتاي ودخلاتو للبيت. قال لي بلا ما تعذبي راسك امي حليمه، واحد وليد فينا هو؟ قالت ليه راه مشى للمحمديه يقضي في حاجه. قال لي راه غندوز واحد 2 ولا 3 ايام، شفتو باقي كاع ما رجع. قال لي وفينا هي خديجه؟ قلت ليه راه مشات للمدرسه. علاش وليدي كتسول؟ قال لي بغيت نقول لك شي هضره امي حليمه. قالت ليه الله يسمعنا اخبار الخير، ياك شي باس ما كاين، ياك ما وليد طرات ليه شي حاجه؟ Black turns beamy bright, turning on the light. Today is gonna be the day you hear somebody say, we need you wide awake. Tiptoe over the floor. What